السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض شرح وحل كتاب بيت باي بيت الوحدة الثانية. طيب زي ما عملنا في الوحدة الأولى هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف الرابط ده موجود فيه شرح يونت 2 بالكامل على السبورة. نبدأ مع بعض الدرس الأول الثاني. السؤال الأول بيقول هنا what is something you can make a hot drink with it. طيب إيه الحاجة بقى اللي أنت تقدر، خلي بالك بيقول لك تعمل مشروب ساخن. المشروب الساخن ممكن اعمله فيه الكوفي ماشين اللي هي آلة صنع القهوة. يبقى اول حاجة كوفي ماشين. السؤال اللي بعده بيقول هنا نقط is someone who buys things from a shop. طيب بيقول بقى الشخص اللي بيشتري الاشياء من المحل. خلي بالك هو هنا طالب منك مين اللي بيشتري. باي يعني يشتري، بيشتري ده اسمه بقى كاستمر اللي هو الزبون. يبقى اقول له كاستمر اللي هو الزبون يعني. Not is something you use in the kitchen to boil water. خلي بالك بقى الحاجة في المطبخ اللي بقدر أغلي فيها المية. كلمة boil water يعني يغلي المية في الكتل. كتل اللي هي الغلاية الكهربائية، يبقى كتل. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا or an نقط is a large printed picture used for decoration. خلي بالك بيقول هنا يعني صورة كبيرة ملونة استخدمت طبعا زينة يعني. هنا بيتكلم على البوستر اللي هو الملصق الإعلاني، يبقى أقول له هنا بوستر. السؤال اللي بعده بيقول هنا not is a machine that cooks food quickly using special waves. طيب الآلة بقى اللي بتطبخ الطعام بسرعة باستخدام موجات خاصة. طبعا قلنا ده جهاز الميكروويف، يبقى تقول هنا ان ده طبعا تعريف للميكروويف. السؤال اللي بعده بيقول نقط is something that is a good price or free to encourage people to buy it. طيب هنا بيقول الحاجة اللي بيكون سعرها جيد أو ببلاش يعني علشان تشجع الناس إن هم يشتروها. قلنا الموضوع ده كده اسمه special offer اللي هو العرض الخاص أو المميز، يبقى هنا special offer. السؤال اللي بعده نقط is a time when a shop sells things at a cheaper price than usual. خلي بالك بيقول الوقت اللي المحل بيبيع فيه الأشياء أرخص من المعتاد. قلنا طالما قال لك الوقت ده حاجة أرخص من المعتاد يبقى ده اسمه عرض اللي هو سيل، يبقى أقول له هنا سيل. اللي بعده not is equipment that you connect to or is part of phone أو راديو أو الكمبيوتر. يعني المعدة اللي بتتوصل بالموبايل أو الكمبيوتر etc إلى آخره so that you can listen to it. خلي بالك أهم حاجة بقى تقدر تستمع من خلالها. طبعا حاجة بتوصل بيه الكمبيوتر وبتعمل صوت دي اسمها speaker. السؤال اللي بعده the opposite of the verb buy. opposite يعني عكس أو مضاد. كلمة buy يعني يشتري، طبعا عكس كلمة يشتري يبيع اللي هي sell. اللي بعده بيقول هنا the antonym of the word smart. antonym برضو معناها عكس أو مضاد زيها زي opposite. طيب عكس كلمة smart يعني ذكي، عكسها بقى غبي اللي هي stupid. السؤال اللي بعده بيقول هنا you are lucky to get that deal وبيسألك the synonym of lucky is not. طيب synonym اللي هي معناها معنى أو مرادف. أنت محظوظ يعني إنك حصلت على الصفقة دي. معنى كلمة lucky اللي هي محظوظ طبعا دي بتساوي كلمة fortunate اللي هي برضو معناها محظوظ، يبقى أقول له هنا fortunate. السؤال اللي بعده the synonym of the word popular is not. synonym اللي هي معنى أو مرادف. كلمة popular اللي هي طبعا شائع دي بتساوي عندي في المعنى كلمة favored. اللي بعده بيقول هنا the word الكلمة يعني اللي هي discount is similar in meaning to not. طيب كلمة discount خلي بالك similar in meaning يعني لها نفس معنى كلمة ايه؟ طبعا بتساوي عندي في المعنى كلمة reduction لها نفس المعنى طبعا. السؤال اللي بعده not is the antonym of the word free. antonym اللي هي عكس أو مضاد. كلمة free طبعا هي معناها مجانا، عكسها بقى الشيء المدفوع. كلمة مدفوع اللي هي paid. والسؤال اللي بعده the opposite of the word special. طيب opposite يعني عكس أو مضاد. كلمة special اللي هي خاص أو مميز، طبعا عكس الشيء المميز هو الشيء العادي اللي هي usual. السؤال اللي بعده بيقول هنا she usually assists us in times of need. وبعد كده بيسأل to get the noun of assist.
هنا عايزك تحصل على الاسم من كلمة assist باننا نضيف لها suffix a. هي عادة بتساعدنا، يبقى دي هي الاسيستنت اللي هي طبعا البائع في المحل، يبقى نحط لها suffix ant. السؤال اللي بعده بيقول لي we turn the noun advert into a verb by add the suffix نقط. طيب بنحول الاسم اللي هو advert إلى فعل بإننا نضيف له suffix في النهاية طبعا ise عشان يبقى adverts اللي هو طبعا يعلن. السؤال اللي بعده بيقول we can get the opposite of adjective lucky by add نقط. نقدر نحصل على عكس كلمة lucky بإننا نضيف لها بادئة طبعا un في الأول، بنحط لها un فتبقى unlucky غير محظوظ. والسؤال اللي بعده we use the suffix not to turn the verb speak into a noun. طيب بنستخدم لاحقة ايه علشان نحول الفعل speak الى اسم، ولا بنحط له في الاخر يا شباب er عشان يتحول بقى من speak الى speaker اللي هو الاسم يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا we can use a microwave to heat the food، وبيسألني بيقول لي the prefix البادئة اللي هي micro دي بقى بتعني ايه؟ طيب بنستخدم مايكروويف في تسخين الطعام. البدائل اللي هي مايكرو دي بتعني ايه؟ طبعا مايكرو بتساوي كلمة صغير او ضئيل في الحجم اللي هي طبعا small، يبقى اقول له هنا small. السؤال اللي بعده أسامه's family have our own TV. طيب وبعد كده بيقول they can now watch films from the internet. عائلة أسامة عندها تلفزيون ايه دلوقتي؟ هم بيقدروا يسمعوا او يشاهدوا الفيلم على الانترنت. قلنا التلفزيون بيتصل بالنت ده اسمه سمارت تي في، ذكي يعني. السؤال اللي بعده I have bought my new suit at a price that less than usual. وبيسأل بيقول this means I have got not. أنا اشتريت يعني بدلة جديدة بسعر أقل من المعتاد. معنى كده إن أنا حصلت على إيه؟ قلنا يا شباب لما بنشتري حاجة بسعر أقل ده اسمه discount، خصم يعني. السؤال اللي بعده shops usually sell things cheaper in August. This means they make نقط. طيب المحلات عادة بتبيع بأسعار رخيصة في شهر 8 شهر أغسطس. ده معناه طالما قلنا وقت محدد السعر فيه بيقل ده اسمه سيلز اللي هي وقت العروض يعني، فده طبعا سيل عرض. الصفحة اللي بعد كده بيكون فيه عندنا جزء الأسئلة الخاصة بالقواعد. زي ما قلت لك قبل كده هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح القاعدة بالكامل. نبدأ مع بعض شرح أسئلة القواعد. السؤال الأول بيقول هنا kettles are less expensive نقط computers. خلي بالك بقى الجملة دي هنا هو بيقارن بين حاجتين، الغلايات والكمبيوتر. طيب انت قلت لنا مستر دي كده مقارنة، المقارنة بتتكون من ايه يا شباب؟ less زائد الصفة زائد than، عايز اقول يعني اقل ثمنا من، يبقى هنا than. اللي بعده television are not than kettles. طيب خلي بالك من حاجة، كلمة زان حط عينك عليها كده وافتكر ان كلمة زان دي بتعلم لي المقارنة، يعني عايز يقول هنا اغلى من، يبقى زان دي للمقارنة. طيب expensive دي صفة طويلة، صفة طويلة يبقى لازم يجي قبلها يا اما less يا اما more. طب هو هنا بقول التلفزيونات، طب التلفزيونات طبعا اغلى من الكيتلز، فهقول more وبعدين expensive، لازم تكتب الصفة تاني، عايز يقول ان التلفزيونات بتكون اغلى في الثمن من الغلايات. اللي بعده بيقول لي هنا ذا نقط وبعدين بيقول لي thing in my kitchen is the fridge. طيب خلي بالك عايز يقول ان اهم شيء او اكثر شيء مفيد في المطبخ هو الثلاجة. الصيغة دي تفضيل، احنا قلنا لما نشوف كلمة ذا دي تفضيل بيجي بعدها most او least وبعدين الصفة الطويلة، فالصح هنا ان انت تقول بقى the most وبرضه هتكتب الصفة تاني اللي هي useful، يعني الشيء الاكثر نفعا في المطبخ هو الثلاجة. اللي بعده it is not to buy clothes in shops than online. كلمة زان زي ما قلت لك حط عينك عليها وافتكر طالما في زان يبقى في مقارنة، هو هنا بيقارن بين الشراء من المحلات او الشراء اونلاين. طيب صيغة المقارنة من جود دي لازم تكون حافظها، دي من الصفات الغير منتظمة. لما احب اجيب المقارنة من جود بقول بيتر، وطبعا التفضيل منها ذا بيست يبقى اقول له بيتر ذان. bicycles are not than cars. طيب خلي بالك برضو than دي مقارنة. طب expensive صفة طويلة يبقى عايز قبلها more او less. طيب العجل بقى اغلى ولا العربيات؟ العجل ارخص، يبقى هنا هتقول مور ولا ليس؟ هتقول less، يبقى هنكتب بقى less وبعدين نكتب الصفة تاني expensive وهو جايب لي زان يبقى اقول له less expensive اقل ثمنا من السيارات. smartphones are much not to use than برضو نفس الكلام the old ones، بيقارن بين العربيات الجديدة او التليفونات الجديدة والقديمة.
than يبقى مقارنة، مقارنة يبقى الصفة آخرها er لو صفة قصيرة زي easy. فهنا هكتب كلمة easier، هشيل الواي وأحط مكانها IER، يبقى أقول له easier. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا you ate too much، بيقول يعني أنت أكلت كتير جدا. you have the not amount of food left. طيب طالما أنت أكلت كتير جدا ده معناه بقى ان انت عندك كميه قليله من الطعام هي اللي فاضله. طيب خلي بالك ذا اصلا احنا قلنا ما بيجيش بعدها ليتل، لكن ذا اسمها ذا ليست، عندك يعني اقل كميه باقيه من الطعام، يبقى اقول له ذا ليست. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا I'm sure you are not than me. طيب احنا اتفقنا ان كلمه than يبقى دي صيغه مقارنه، مقارنه يبقى تجيب الصفه اخرها er لو صفه قصيره. طيب كلمه lucky دي صفه قصيره، هتشيل الواي وتحط مكانها IER، فالصح انك تقول luckier than، يبقى انا متاكد ان انت بتكون يعني اكثر حظا مني، هو بيقول كده فتقول لي luckier. اللي بعده بيقول لي هنا what is the not situation you have ever faced. طيب بص طالما قال لك بقى ان ده اكتر حاجه واجهتها في حياتي، يبقى ده يا شباب يبقى ده تفضيل، وازاي اصلا بيجي بعدها الصفه اخرها EST، ولكن باد دي من الصفات الغير منتظمه. طيب التفضيل بتاعها اسمه worst، يبقى اقول له هنا the worst situation، اسوأ موقف يعني. بعد كده بيقول حازم is not than his brother. واضحه كده، قلنا حط عينك على كلمه than وقول لي بقى ان كلمه than دي معناها مقارنه. شوف الصفه قصيره يبقى اخرها ER. طيب strong صفه قصيره بقول له stronger than. معنى الجمله ان حازم بيكون اقوى من اخواته، بقارن برضو او اخوه يعني. بعد كده بيقول I think math is the not subject I love it. طيب انا رأيي ان الرياضة عايز يقول ان هي طبعا الافضل. طيب افضل مادة يبقى ده تفضيل، تفضيل يبقى ذا يجي وراها best، طبعا دي برضو من الصفات الغير منتظمة، عايز اقول ذا best. اللي بعده the not item in my kitchen is the microwave. طيب خلي بالك بقى ما ينفعش اقول ذا تشيب، احنا اتفقنا ان ذا بيجي وراها الصفه اخرها EST، طالما دي صفه قصيره فتقول لي cheapest الارخص، يعني ارخص حاجه في المحل او في المطبخ يعني. بعد كده بيقول ساره is not girl in the class. طيب انا هنا بتكلم على ساره والفصل كله، يبقى دي صيغه تفضيل خلاص. طيب عايز يقول ان هي اجمل بنت في الفصل، يبقى التفضيل بقى اقول ذا الاول وبعدين most وبعدين الصفه الطويله. افتكر يبقى تقول لي the most طبعا beautiful، يبقى صيغه التفضيل the most او the least وبعدين الصفه الطويله. طيب بعد كده بيقول لي محمد صلاح is one of the world's not players. طيب محمد صلاح هنا ده صيغه تفضيل برضو، عايز يقول يعني ان هو اسرع لاعب. طيب اسرع لاعب في العالم يبقى اقول له هنا fast، دي صفه قصيره بحط لها EST في التفضيل يبقى fastest الاسرع. الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول لي هنا both the laptop and the microwave. عايز يقول إن كل من اللابتوب والميكروويف not in the sale في العرض. خلي بالك بقى كلمة both دي بيجي وراها دايما الفعل جمع، الفعل جمع يبقى ما ينفعش أقول is، هجيب الجمع منها بقى اللي هو are، عشان هنا بيقول كلاهما يعني عليهم عرض، يبقى أقول له are. اللي بعده بيقول لي هنا not of these two TVs have a big discount. طيب خلي بالك عايز يقول هنا ان كلا التلفزيونين الاثنين يعني بيكون عليهم عرض او خصم كبير. طيب عايز اقول كلاهما بقى الاثنين المثنى، يبقى اقول ايه هنا؟ اقول طبعا both، يبقى هنا both التلفزيونين يعني الاثنين عليهم عرض ايه كبير. اللي بعده طارق usually has not an egg or some fruit for breakfast. طيب خلي بالك انا عندي هنا يا شباب ما ينفعش استخدم both، جاي وراها هنا مفرد وبعدين كلمه or عايزه معاها either or، يبقى اقول له هنا طارق usually has either او either النطق ان صح، واقول له an egg or some. neither علي nor not present last night. خلي بالك بقى من حاجه مهمه، لما تلاقي neither nor هنا بقى الفعل اللي هو بي ده هيتبع الفعل الثاني اللي هو I. تاني كده الفعل اللي هو بي بيتبع الفعل الثاني، الفعل بعد neither nor او either or بيتبع الفعل الثاني. حط عينك على زمن الجمله last night يعني الليله اللي فاتت، ده ماضي. طيب يبقى I مع الماضي بتاخد was. السؤال اللي بعده both of the children not likes ice cream. طيب دي سهله جدا، كلمه both احنا قلنا بيجي وراها الفعل جمع. طيب likes ده في المضارع البسيط الفعل هنا مفرد، الصح انك تقول like، يبقى تقول لي like تشيل اس. اللي بعده not
My sister and I like watching TV. طيب احنا قلنا يا شباب اللي بيجي معاها كلمة and مش neither. كلمة neither عايز معاها nor. فالصح هنا طالما في and يبقى انت تقول لي ايه؟ تقول لي both and. يعني كل من اختي and I وانا. يبقى هنا both. اللي بعده not my parents encourage me to depend on myself. نفس الكلام برضو. كلا الوالدين بيشجعوني ان انا اعتمد على نفسي. عايز اقول كلاهما الاتنين مع بعض. يبقى استخدم مين؟ استخدم هنا both. نفس الكلام برضو. يبقى عايز اقول كل من الوالدين بيشجعوني ان انا اعتمد على نفسي. يبقى both. اللي بعده بيقول لي هنا both رامي نقط كمال good full marks. طيب خلي بالك كلمة both بقى ما بيجيش معاها or. ديك either or. لكن دي بيجي معاها and. عايز يقول كل من رامي وكمال. يبقى اقول له and. السؤال اللي بعده بيقول هنا neither of these TV not smart. طيب احنا قلنا يا شباب ان neither of كده بيجي وراها فعل مفرد. يبقى اقول له is. اللي بعده you gave two quick answers don't worry not are correct. بيقول انت اعطيت اجابتين بسرعة لا تقلق. عايز اقول بقى كلاهما صحيح. تمام. طالما اجابتين يبقى هنا ما ينفعش اقول ايه؟ اقول له both are correct. الاثنين يعني صح. يبقى هنا اقول له both. اللي بعده I don't know where Rami is. He is not in the office or at home. طيب احنا قلنا or يا شباب بيجي معاها مين؟ بيجي معاها either or. يبقى هنا الصح ان انا اقول له either. طبعا لها نطقين ممكن اقول either او اقول either. النطقين صح مفيش مشكلة. اللي بعده not of us can buy tickets for the party. وبعدين بقول we are all short of money. كلنا ما معناش فلوس. الفلوس كلها مش مكفئة. يبقى هنا محتاج يقول ايه؟ ولا واحد مننا. خلاص. ليه؟ لانه بيتكلم عن الجمع هنا يا شباب. فهنا اقول ايه؟ none of us. مفيش ولا واحد مننا. عايز يقول اشترى تذاكر للحفلة. ليه بقى؟ هو بعد كده بيقول we are all short of money. كلنا ايه؟ معناش فلوس كفاية. يبقى اقول له none of us. ولا واحد مننا. اللي بعده not علي نور. خلاص كده ظهرت نور احمد. طيب احنا قلنا يا شباب اللي بيجي معاها كلمه نور واللي went to the fun fair. اللي بيجي معاها كلمه نور دي سهله كده. اقول له neither نور. يبقى هنا الصح ان انا اقول له neither نور. اما both بيجي معاها and. اللي بعده not of the two teachers came to the meeting they were too ill. طيب بص هنا بيقول لك ان كلهم كانوا عيانين. يبقى هنا بينفي بقى. عايز اقول ولا واحد من المدرسين. او اقول مثلا neither برضو. يبقى neither of the two teachers came to the meeting. اللي بعده there were two books here but not of them belong to me. طيب برضو نفس الكلام. ممكن هنا اقول neither برضو. ما ينفعش اقول both لانه برضو عايز ينفي. بيقول ان هما كانوا كتابين but ولكن neither of them belong to. الكتابين دول ولا واحد فيهم ايه؟ بيخصني. اللي بعده I bought two books but I haven't read not of them yet. طيب برضو انا اشتريت كتابين. I haven't هنا في نفي. ما ينفعش بقى ان انا اقول neither. هقول ايه؟ هقول either of them. يبقى هنا either. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما اتعودنا. بيكون في عندنا اكسرسايز على الدرس الاول والتاني. واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الدايلوج، سؤال المحادثة. طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك بقى السطر اللي فوق ده مهم جدا. بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه. طيب بيقول لي هنا a customer and a sales assistant are talking about items on a shop. يعني زبون والبياع في المحل الاثنين بيتكلموا عن الحاجات اللي معروضة في المحل. طيب خلينا نشوف كده. السيلز اسيستنت بيكلم الكاستمر وبيقول له ويلكم سير. بيرحب بيه. هو بيسأله how can I help you. how can يعني ازاي اقدر اساعدك. طيب احنا لسه هنقرا علشان نعرف. قال له حاجة بعد كده رد عليه. الزبون قال له اوكي let me see this brown kettle. وريني بقى الغلاية البني دي. يبقى واضح كده ان هو عايز يشتري غلاية. طيب تقدر هنا تكتب اكتر من اجابة. يعني ممكن تقول I am looking for a new kettle. يعني انا بدور على غلاية جديدة. واحد تاني يقول لي يا مستر انا هكتب I want to buy a kettle. انا عايز اشتري غلاية. الاتنين صح. يبقى انت من سؤال المحادثة بتفهم. هو قال له تحت كده ايه رأيك في البني دي، الغلاية البني دي؟ فهنا قال له I am looking for a new kettle. يعني انا بدور على غلاية جديدة. دي اول اجابة. طيب البائع في المحل قال له حاجة. قال له اوكي let me see this brown kettle. وريني بقى الغلاية البني. يبقى هو بيعرض عليه ايه يا شباب؟ بيعرض عليه الغلايات الموجودة. فممكن يقول هنا we
have some kettles at special price. يقدر يعرض عليه الموضوع بشكل لطيف كده. احنا عندنا غلايات يعني بعرض خاص. we have some kettles، عندنا بعض الغلايات، وممكن اقول له at special price. البائع بيقول له يعني عندنا بقى غلايات عليها عروض مميزة او عليها سعر يعني خاص. فقال له طيب وريني بقى الايه البني دي، الكتل البني، الغلاية الايه البني. طيب بعد كده sales assistant هيبدأ يسأل سؤال. عشان اعرف السؤال لازم اقرا الاجابة. قال له في الاجابة no I didn't know that you have microwaves at a special price. بقول له لا انا ما اعرفش ان انتوا عندكم مايكروويف عليه طبعا سبيشال برايس يعني سعر خاص. يبقى هو بيعرض عليه بيقول له هل انت تعرف ان احنا عندنا مايكروويف عليه سعر خاص؟ يبقى كل اللي هتعمله هتقول له did you know، لانه في الاجابه بيقول له no I didn't. no هنا معناها يعرف. هل انت عرفت that، وكمل بقى من الاجابه that you have microwave at a special price. هتكمل لغايه الاخر خلاص. يبقى بيقول له هل انت عرفت ان احنا we have microwave، احنا عندنا microwaves، وكمل بقى انت at a special price عشان ايه المكان مش مكفي يعني بسعر مميز. فقال له لا والله ما عرفتش. what do you think of this one؟ عرض عليه واحد قال له ايه رايك بقى في ده؟ طيب سأله سؤال، عشان اعرف السؤال لازم اقرا الاجابه. قال له we have a 30% discount if you buy two. طيب خلي بالك بيعرض عليه بقى خصم، هو بيقول له تقدر يبقى في خصم 30% لو اشتريت اتنين. فاقدر اسال هنا اقول what a discount do you have، او اقول do you have a discount عادي. هل انتوا يعني عندكم خصم؟ فقال له ايوه في ايه خصم 30% لو انت اشتريت ايه اتنين مع بعض. في النهايه قال له well it looks nice، يعني ده يبدو رائع. وطبعا هيقول له ان انا هاخد واحد فيهم، فيقول له I will take it. يبقى I will take it. طيب كده واضح انه موافق، فبيقول له انا هاخده يعني اشتريه. طيب زي ما انت شايف سؤال محادثه بتحل من خلال فهمك للمحادثه، يعني لازم تترجم المحادثه قبل ما تحل. بعد كده بيكون عندنا سؤال read and complete، تكمله النص. السؤال ده يا شباب زي ما اتعودنا هو عباره عن نص صغير. النص ده هنقراه دلوقتي ونترجمه على مهلنا، وبيدينا فوق هنا 6 كلمات بنختار منهم 4 كلمات ونكمل بيهم الفراغات اللي قدامنا. طيب بيقول لي هنا some shops often not different، وبعد كده بيقول لي not at special price. طيب عايز يقول يعني ان بعض المحلات غالبا بتقدم، هنا عايز يقول لي يعني اشياء مختلفه. يبقى انا عندي حاجتين هنا ناقصين. الحاجه الاولى هتبقى كلمه offer بتعرض يعني، والحاجه الثانيه هتبقى كلمه items عايز يقول يعني بتعرض اجهزه او عناصر مختلفه at special price في سعر ايه خاص. يبقى اول واحده هتبقى كلمه offer، والكلمه الثانيه اللي هي items. دي جمله على بعضها يعني عايز يقول ان هو بيقدم او بيعرض اشياء مختلفه او نماذج مختلفه. They often sell microwaves not than the usual price. دي جزء القواعد بقى. خليك فاكر احنا قلنا قبل كده ان than دي بتدل على المقارنه. حط عينك عليها كده وقول لي بيجي قبلها مستر الصفه اخرها er، فهنا تختار ايه cheaper than بسعر ارخص يعني. That's why many people wait for these not shops call these things طبعا on sale. طيب هنا عايز يقول لهذا السبب ناس كتير بتنتظر طبعا عايز يقول بقى عروض او خصم المحلات. اللي موجود عندي هنا discounts اللي هي الخصومات، يعني ناس بتنتظر وقت الخصم عشان يشتروا. يبقى هنا رقم 4 discount. بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول you get a free drink when you buy a sandwich، وبيكمل this means there is a good note at the cafe today. طيب بيقول احنا حصلنا على مشروب مجاني تمام لما اشترينا سندوتش. ده معناه بقى ان كان في جود ايه في الكافيه ده النهارده. دي صفقه، طالما انت خدت سندوتش وعليه مشروب مجاني دي اسمها ديل، اتفاق يعني. بعد كده بيقول not is a container or device in which water is boiled. اتفقنا الميه بتغلي في جهاز، الجهاز ده اسمه ايه؟ غلايه الميه. الغلايه الكهربائيه دي بنسميها كيتل. السؤال اللي بعده اللي هنا you can get this watch at home for free. This means ده معناه you can receive it with free. طيب بيقول يعني تقدر تاخد الساعة دي لحد البيت ببلاش. ده معناه بقى ان انت بتستلمها ايه؟ طبعا بتستلم التوصيل مجانا. طيب توصيل الساعة ده اللي هو delivery، يبقى اقول له هنا الإجابة طبعا هتبقى رقم C اللي هي delivery. السؤال اللي بعده to turn the verb assist into a noun we add the suffix. حلناها قبل كده. الفعل اللي هو assist بنجيب منه الاسم او بنحوله الى الاسم بنحط له في النهاية ant فيبقى assistant. السؤال اللي بعده Our father bought us a smart TV to watch videos
from the internet. وبيسأل بقى كلمة smart اللي هي معناها ذكي is similar in meaning to the word. خلي بالك كلمة smart لها نفس معنى كلمة ايه؟ عايز كلمة ذكي. ذكي برضو لها معنى كلمة intelligent. يبقى smart بتساوي intelligent. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بتبدأ معايا بسؤال correct. السؤال الأول بيقول هنا it is نقط to shop online now than before. خلي بالك بقى احنا قلنا قبل كده لما تلاقي كلمة than حط عينك عليها، ولا يا مستر كلمة than دي بتدل على المقارنة. مقارنة يبقى هنقول easier، بيقارن هنا بين التسوق عبر الانترنت دلوقتي وقبل كده. يبقى دلوقتي بقى easier than أسهل. اللي بعده the not shop in my town is a supermarket. طيب خلي بالك برضو احنا قلنا يا شباب كلمة ذا اللي قبل الصفة دي حط عينك عليها وقول لي دي تفضيل، يعني بيجي وراها الصفة اخرها اي اس تي، فهنا اقول busiest، هحول الواي الى اي اي اس تي. اللي بعده he doesn't have any leg injuries. طيب خلي بالك برضو هنا انا عندي كلمة ايزر ما تنفعش، انا محتاج هنا يا شباب ان انا اقول both. ليه بقى؟ لان جاي بعدها جمع، قلنا لما بتيجي لوحدها كده ما ينفعش استخدم طبعا ايزر، اللي بيجي بعدها الجمع هي كلمة both. neither عمر نقط I was present yesterday. طيب هي كلمة neither بيجي معاها and؟ لا طبعا ده neither nor، يبقى هنا كل حاجة بكون حافظها، يبقى neither nor. اللي بعده the Cairo tower isn't as نقط as. خلي بالك برضو انا عندي as الصفة as ما بحطش er بقى، يبقى اقول as tall as. طيب بعد كده بنكمل مع بعض، بيكون في عندنا سؤال باراجراف، ده طبعا مجاب عنه في اخر الوحدة، ولكن ان شاء الله في مذكرة بتتعمل دلوقتي هتنزل لك بصيغة البي دي اف. المذكرة دي هيكون فيها اهم موضوعات المنهج الخاصة بثالثة اعدادي، وازاي انك تقدر تحل السؤال ده بكل سهولة.